بداية غير متوقعة للمارد الأحمر في أولى مبارياته أمام مودرن سبورت اللي انتهت بالتعادل 2-2 في مباراة غريبة بالنسبة لنا جدا ومش شايفين لها أي ملامح. يعني ولا هي مباراة حلوة ولا مباراة دون المستوى ولا مباراة تقدم فيها كرة حلوة. تحس إن هي مباراة كده رخمة وتقيلة على قلبنا في بداية الدوري، وده مش المنتظر من لعيبه الاهلي تيم النادي الاهلي. احنا مش عارفين انتوا حاسبينها ازاي. النهارده في عك غريب في التشكيل من جانب ريبيرو. النهارده لعيبه كتيره جدا دون المستوى، في رعونه في لعب الكوره وفي الالتحام على الكوره وفي استلام الكوره وفي قطع الكوره. حاجه غريبه عجيبه لدرجه ان الشوط الاول احنا ما كناش شايفين النادي الاهلي ككل. النهارده محمد شريف والله انا كل شويه اقول ايه ده، هو احنا مش بنلعب بمهاجم؟ طب هو محمد شريف فين؟ شويه الاقيه بينزل يستلم من تحت، شويه يروح وينج. محمد شريف انا ما شفتوش اول لما جه، خصوصا في ماتش النهارده. يعني حتى كان بيظهر في المطوشه الوديه، ماشي مش هنيجي عليه ولا هندوس عليه، بس النهارده بجد انا شوط كامل او حتى تغيير جراديشار لما هو غيره كان لازم يبقى في بدايه الشوط. النهارده قفشه بيخترع، مستواه مش حلو. النهارده محمد شكري ما كانش ظاهر خالص في حته باك الشمال دي، ودي هتبقى مشكله كبيره شكلها معانا الايام الجايه. حتى ريبيرو اما جه يغير ويجدد الدم عشان خاطر يمشي الماتش، نبي لاعب كريم فؤاد باك ليفت اللي طول عمرنا ما بنشوفوش الا في الجنب اليمين، وهو دي شغلانته. طب في إيه يا جماعه؟ يعني عندك كوكا كان كولر مزهقنا في حته اللي هو يلعب باك شمال، عندك حتى العيش يقول لك بيجيد اللعب في مركزين مساك وباك شمال. كده كده كوكا من الاول لعبه باك شمال، استغل تغييره تانية. برضك لعبت لنا كريم فؤاد باك شمال وهو ما بيلعبهاش اصلا، وبانت اللي انت عندك الجنب الشمال ده ما اتحركش شويه الا لما بن شرقي نزل، وده الطبيعي. بن شرقي تغييره مهمه وبتحرك الماتش. ديانج ازاي ما يلعبش مع انك انت لما كان جاي لك في كاس العالم انت قلت الراجل ده انا محتاجه معاه وما يمشيش؟ ازاي انت النهارده بدات بقفشه واحمد رضا قلت عايز تحرك الماتش وعايز لعيبه تلعبك ما فيش مشكله؟ طب احنا النهارده امام عاشور ومروان عطيه مصابين. طب انت النهارده في تغييره زي اللي انت غيرتها لكوكا وما لعبتوش باك شمال، ازاي تنزله خط نص وديانج قاعد؟ دي حاجه غريبه عجيبه، وما ينفعش واحد زي ديانج يبقى قاعد وكوكا بيشارك مكانه. دي انا مش فاهمها. انا من الواضح ان انت كده لسه بتجرب الخطط وافكارك، وده وقت خلاص زف. انت دلوقتي بدأت البطولة وبالمنظر ده، لو مش هتثبت لعيبتك ومراكزك وتبقى عارف انت هتبدأ ازاي وتغييراتك هتبقى ايه، دي هتبقى مشكلة كبيرة وربنا يستر. النهارده في لعيب كانت حلوة. النهارده زيزو هو اللي عمل الجونين الاسيستين، والكرة الثالثة اللي عملها لمحمد علي بن رمضان وجت في العارضة كانت تبقى هدف ثالث. بس احنا بنقول لا، اللعيبة نازلة شكلها مش مديه الماتش قيمته، وده اللي خلانا نخرج في اول بدايه لينا 2-2. لسه بدري على وجع القلب يا جماعه، بس الاهلي وحش تماما النهارده كتشكيل وتكتيك وكلعيبه. النهارده انت عندك نجوم ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت النجوم دي بقى اللي هتاثر على بعد كده في اللعب؟ لا، انا شايف ان الاهلي يعرف يسيطر على الحته دي ويبقى عنده دكه قادره تغير الفارق والنتيجه، واللي بيلعبوا ما يحتاجوش ان حد ينزل عليهم يعدل النتيجه. ده اللي انا شايفه. احنا بنقول فرقه الاهلي دي تخلي اي فريق يطلع منها خسران 2 3 4 ويقول لك احمدك يا رب. ايه ده يا عم ده؟ لا لا، ماتش انا مش عايز افتكره لان ما شفتش فيه حاجه حلوه فكرني بيه. ونقفل صفحه الماتش ده واحنا لسه في البدايه. مش هينفع نهدر نقط. ده انت المفروض النهارده نازل توجه رساله لاي حد ان ده الاهلي اللي مش هيسمي على اي فريق. لكن بالمنظر ده اي فريق يطمع فيك. وانا بقول مش ده هيبقى مستواك على طول، بس انا بقول لك يمكن جت في بدايه اول ماتش في الدوري عشان تفوق وما تزهقوناش. لازم الدنيا تتظبط، واحنا عندنا في المركز واحد واثنين احسن من بعض. فما اعرفش يا ريبيرو بقى انت هتشتغلها معانا سباكه من اولها بعد كده هتيجي تعدل؟ لا، فوق كده يا عم ريبيرو، عشان انت حتى في المطوشه الوديه وفي كاس العالم كنا لينا منظر احسن من كده رغم ان احنا ما كناش مرضيين. فماتش للنسيان، واحنا مش هنقول مين اللي كان حلو ومين اللي كان وحش. كان في بعض اللعيبه اللي بتلعب وكان في بعض اللعيبه خارج نطاق الخدمه، ومش ده مستوى الاهلي اللي احنا منتظرينه.
وان شاء الله اللي جاي احلى.